السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جهاز ايفون 12 برو ماكس. الجهاز كان بطاريته في الإعدادات نسبتها 100%. طبعا كان حد شاريه من مكان، وكان الجهاز محطوط له فلاتة رفع النسبة على البطارية عشان ما يجيبش رسالة في الإعدادات إن البطارية دي متغيرة قبل كده، وعلشان تبقى 100%. مرة واحدة بعد استخدام شهر أو أكتر مع العميل، مرة واحدة الجهاز بقى هو 1%، وبقى ما بيشحنش. بتحط الشاحن ما بيشحنش وبيرستر كل شوية. وبقى في الإعدادات من جوه نسبة بطارية ظهرت 0%، وظهر رسالة مرة واحدة قطعة غير معروفة. احنا نبهنا قبل كده كذا مرة وعملنا فيديوهات كتير على ان موضوع فلاتة رفع نسبة البطارية دي اضرارها كتير جدا. وكمان مرة واحدة بعد فترة بتظهر في الإعدادات نسبة البطارية 0%، وبتظهر الرسالة تاني عادي وبتخلي الجهاز يرستر طبعا، وبتعمل مشاكل كتير جدا. دلوقتي الجهاز ما بيشحنش، مهما انت حاطه في الشاحن مش بيشحن، بيظهر علامة الشحن ومش بيشحن، وبيقل وبيرستر. كل الأضرار وكل المشاكل دي، وتلاقي الجهاز واقف على لوجو أبل، بتبقى بسبب فلاتة رافع نسبة البطارية. اللي انت لما بتروح بجهازك عاوز تغير بطارية بتقول للفني أو المكان اللي انت رايح له أنا عاوز أغير البطارية، وما تبانش اللي هي متغيرة قبل كده. فبالتالي هو بيقول لك تمام، هيغير البطارية، هيحط فلاتة رفع نسبة البطارية، هيبرمج، هينقل الفلاتة من البطارية القديمة للبطارية الجديدة، ويرفع النسبة ويحط الموبايل على اللابتوب عشان يعمل سوفت وير عشان يخلي نسبة الموبايل متطابقة مع نسبة الكمبيوتر. كل الكلام ده، وهيبقى بالنسبة لك هيقفل الجهاز بمادة الووتر بروف علشان خاطر الجهاز انت لما تغير البطارية وتيجي تبيعه ما يبانش اللي هو مغير له بطارية. وكمان لما حد يجي يشتري وينفخ في الجهاز يقول لك الجهاز ده ووتر بروف. زي ما انتم شايفين اهي فلاتة الجي سي محطوطة في الجهاز قبل ما نبدأ نفك، مجرد ما رفعنا الشاشة بحذر علشان خاطر كانت ملزوقة بمادة الووتر بروف، ظهر لنا فلاتة الجي سي اللي هي سبب في ان الجهاز يراستر وان الجهاز ما يشحنش، وسبب في ان مرة واحدة الاعدادات بتاعت نسبة البطارية تظهر اللي هي 0%. كل دي اضرار انت مش واخد بالك منها، واحنا بننبهك وبنحذرك علشان تاخد بالك منها، علشان خاطر ما تعملهاش. حضرتك محتاج تروح تغير بطارية، تسأل على بطارية أصلية 100%، كباستي 100%، أداء كويس قريبة من الأصلي. لو في بطاريات أصلي خلع هتبقى نسبتها عالية، غير البطارية الأصلي خلع اللي هتبقى نسبتها عالية، وهتظهر لك في الإعدادات اللي هي متغيرة قبل كده أصلية من قبل مستعملة. وحتى لو هتغير بطارية أصلية جديدة وهتظهر لك رسالة في الإعدادات قطعة غير معروفة، عادي مفيش مشكلة. ما تحاولش اللي أنت تخفي الرسالة، عشان لما أنت هتخفي الرسالة فده معناها إن الجهاز هيحصل معاك مشاكل كتير جدا. ما تحاولش تغش حد. غير البطارية ببطارية أصلية نضيفة كويسة، وما تفكرش بوجود الرسالة، وما تفكرش تقفل الشاشة بوتر بروف.